السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة الطبق اللي بنستناه من السنة للسنة، طبق القرنبيط المقرمش اللي معاه شوية سلطة وشوية مخلل، ويا سلام على الأكلة دي. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان هنقول كمان معلومات كتير قوي عن القرنبيط وكمية الفوائد والفيتامينز اللي موجودة فيه. كمان هقولك ايه القرنبيطة اللي تشتريها وايه اللي ما تشتريهاش، وازاي تطلعيه ذهبي ومقرمش من غير ما يشرب زيت ولا تحتاجي تحطي تحتيه ولا ورق ولا مناديل. وهنقول كمان ايه الطرق المختلفة في عمايل القرنبيط واستعمالاته الكتير، زي بقى في المعجنات والسلطات او حتى نعمله طبق رئيسي. بس قبل ما نبدأ، لو انتي اول مرة تشوفي القناة تعالي ننزل نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد إن شاء الله. وقبل ما نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل أشتري القرنبيط، أشتري القرنبيطة الصغيرة بلاش الكبيرة. كمان بشتري اللي هو الزهر بتاعها لازق في بعضه كده وقريب لبعضه، ما نجيبش القرنبيطة اللي الزهر بتاعها وحش كده ومخاصم بعضه، دي ملناش دعوة بيها. وزي ما قلنا بنقطعه كده، والعرق بتاعها بيكون تخين شوية او الزهرة تخينة شوية، بنروح عاملين اكس كده في العرق من تحت عشان يستوي بسرعة والمية تدخله. بعد ما قطعناها بقى لازم نغسلها كويس قوي قوي تحت المية، قطعة قطعة، وندخل المية كده في وسط الزهرة واحنا بنغسلها. في نفس الوقت ده بقى بكون سايبة حلة على النار فيها مية، بحط فيها معلقة كركم عشان يدينا اللون الذهبي الحلو، ومعلقة كمون عشان الناس اللي عندها غازات أو عندها القولون ما تتعبش او تتضايق وهي بتاكل القرنبيط. كمان بنحط معلقه سكر، وبنحط بقى الملح معلقه معلقتين زي حسب ما انت بتعملي، وبنسيبه يتسلق 10 دقايق. في الوقت بقى ده عايزه اقول لك معلومه مهمه قوي على الخضره اللي احنا هنحطها في القرنبيط. عندك بقى بقدونس، شبت، كزبره، اي حاجه، بس انا بفضل البقدونس بيبقى احلى مع القرنبيط. الخضره لما تيجي تشتريها لازم تاخديها تنضفيها كويس قوي من فيها، لا يكون فيها اي حشيش فيها اي حاجه، وتنقعيها في ميه بخل. ليه بننقعها؟ عشان لو فيها اي بويضات او اي يرقات من اي حشره او ديدان او حاجه نبقى قضينا عليها. وبعدين بنشطفها بميه كويس ونقطعها. دلوقتي بقى القرنبيط اهوت اتسلق وبقى جميل. برضو نسيت اقولك، واحنا بنسلق القرنبيط نحط معلقه خل صغيره عشان برضو لو في اي مشكله فيه بتروح. طيب تعالي بقى نعمل الخلطه. هنحط معلقتين نشا، وده السبب في القرمشه بتاعه القرنبيط. بعد كده بنحط بيكربونات صوديوم سنه صغيره برضو، ده عشان يخليها ما تشربش زيت خالص ويطلع ناشف وحلو. بنحط بقى توم باودر، بنحط كركم عشان يدينا لون، والكركم كمان ده مضاد للاكسده. بنحط فلفل اسود وكمون وكزبره. بعد كده شويه من الخضره اللي احنا عملناها، وشويه بقى طماطم مبشوره، ودي بيعزز النكهه قوي قوي وبيديله لون حلو قوي. قد ايه بقى بيض؟ هي بيضة واحدة، عشان احنا مش بنعمل عجة، احنا بنعمل قرنبيط وعشان نحس بطعم القرنبيط. بعد كده بنضيف بقى الدقيق بالتدريج، يعني معلقة في معلقة كده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه. ممكن بقى تعجني بلبن، تعجني بمية، اللي عندك واللي انت عاوزاه. اللبن بس هو بيزود القيمة الغذائية مش اكتر من كده. وبعدين بقى تعالي اقولك هنا ازاي تعمليه من غير برضو ما يشرب زيت. لازم يكون الزيت ده غزير وكتير، وكمان سخن قوي، تنزلي عليه بالقرنبيط سخن. طب لو الزيت دوت هتقولي لي بقى احنا هنخلص ازازه زيت على القرنبيطه؟ لا، هقولك اعمليه في طاسه صغيره او حتى في حله صغيره، هيبقى الزيت ارتفاعه كبير وكميته قليله. لكن لو عملتيه في طاسه واسعه هتاخد منك زيت كتير قوي، او هتضطري انك تحطي شويه صغيره، وبالتالي الزيت مش هيبقى غزير في الطاسه، فمش هيطلع مقرمش وهيشرب منك زيت كتير. ده برضو نقطة مهمة جدا في موضوع الزيت، اعمليه في حاجة صغيرة، يكون طاسة صغيرة، حلة صغيرة. القرنبيط ده يا جماعة كويس جدا للإمساك، لأن بيبقى فيه ألياف كتير. كمان السعرات الحرارية بتاعته قليلة قوي، فده ينفع للرجيم، يعني ينفع تعملي لحد ما احنا وصلنا كده وما تقليش. رشي عليه زيت بسبراي أو حاجة وحطيه تحت الشواية، حطيه في اير فراير، بيبقى تحفة، ويبقى برضو خفيف ولايت خالص ونفس الطعم ان شاء الله. كمان القرنبيط فيه فيتامين سي، في فيتامين كي، بينفع كمان للي عندهم سكر.
ربنا يشفيهم ويعافيهم، لان هو مضاد للاكسده وكمان سعراته الحراريه قليله قوي. المفاجاه بقى ان احنا بنسمي القرنبيط ده ملك الوصفات. ليه؟ لان انت ممكن تسلقي القرنبيط وتاخدي قطعه منه تهرسيها كده مع الدقيق وانت بتعملي اي معجنات، بعد ما تشيلي معلقتين دقيق من المقدار. وممكن تضيفي زهرة من القرنبيط بعد ما تتسلق للبشاميل اللي وانت بتعمليه بعد ما تهرسيها كويس، برضو بتعزز القيمة الغذائية وكمان بتضيف طعم حلو قوي على البشاميل. وممكن كمان تاخدي زهرة من القرنبيط صغيرة من غير ما تسلقيه وتقطعيها على طبق سلطة، هتاخدي أحلى طعم وأحلى قيمة غذائية إن شاء الله. أنا خلصت الفيديو، انتي بقى دلوقتي انزلي اعملي لي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد إن شاء الله. وألف هنا على قلبكم.